4 مسلسلات كورية على نتفليكس، لو مالك متفرج على واحد منها فما بعرف انت كيف بتسمي حالك عاشق للمسلسلات. نبدأ بالمسلسل الأول واللي هو مسلسل الطفيليات، مسلسل باراسايت، مقتبس من انمي الطفيليات، وبصراحة التنفيذ كان جدا ممتاز. 6 حلقات لازم تتفرج عليه، من احلى انتاجات نتفليكس المظلومة. نروح للمسلسل الثاني واللي هو مسلسل ويك هيرو، البطل الضعيف. الناس اللي بتحب الدراما والاكشن مع الجو المدرسي، اتوقع هذا واحد من المسلسلات اللي لازم تتفرج عليها، بالذات انه حيكون في عندك شخصية بيتم التنمر عليها، لا يستخدم القوى الجسدية انما عقله، بيستخدم دماغه لحتى يقضي على هدول المتنمرين. بالمركز الثالث، لو انت متابعني بتعرف اني راح احكي عنه، مسلسل كيلر بارادوكس. قصة المسلسل بتبدأ بصدفة، بانه عن طريق الخطأ شخص بيقتل واحد، الموضوع بيتطور معه انه يصير قاتل محترف ويتغير من شخص جدا بسيط وعادي وطيب لواحد من اخطر الاشخاص اللي ممكن تشوفها. التطور اللي بده يصير مع حبكة جدا قوية من الكوريين، لا يا جماعة هذا المسلسل مظلوم بكل معنى الكلمة، وكله على بعضه 8 حلقات، فلو انت من عشاق الكوري ما بعرف روح اتفرج عليه فورا، او اذا بدك ممكن تروح مع المسلسل الرابع، مسلسل ذا فروغ، الضفدع. بدك تقول مسلسل ضفدع يعني في كوميديا في الموضوع، يا الله يا جماعة من اكثر المسلسلات يلي عجبتني هذيك السنة، لانه قصة المسلسل بتتكلم عن شخصية بتجي على نزل ريفي تقلب مجيئة على هذا النزل حياة صاحبه، وبيرتبط الموضوع مباشرة مع جريمة قتل حصلت في الماضي. فمجرد ما اقول لك انه في ماضي وحاضر وكوريين عم يعملوا مسلسل، اتأكد انك انت رح تتفرج على مسلسل ولا غلطة بكل معنى الكلمة، من حلقات متعة لا متناهية. انصح بكل تأكيد انك تتفرج على هذا المسلسل. اكتب لي انت تحت بالكومنتات في مسلسلات تانية جدا قوية لازم نتفرج عليها.